الجمعية الألمانية للفحص الفني بالتعاون مع خبراء النمسا عملوا اختبارات ل10 ماركات كاوتش عالمية عشان يوصلوا للخلاصة ويطلعوا المسطورة. النتيجة كانت صادمة ومفاجأة للكل. كونتيننتال بريميوم كونتاكت 7 تربع على العرش وبقى هو ملك المطر والثبات بلا منازع. وراه على طول جوديير ايجل اف 1 اللي اثبت انه وحش رياضي ما بيعرفش التعب في الملفات. بس اللقطة الحقيقية اللي حيرت الخبراء كانت في فايرستون رود هاوك 2. الكاوتش ده طلع الجوكر اللي قدم اداء جبار بسعر خلى الماركات الفاخره تراجع حساباتها. اما ميشلان برايم سي 5 فكان هو الاغلى في القايمه، بس وعد صاحبه انه هيعيش العمر كله وهيوفر في استهلاك الطاقه. الخبراء بعتوا رساله مشفره لكل السواقين: ما تبصش للسعر والمنظر وبس، ركز في مسافه الفرامل وهدوء الطريق، لان الكاوتش هو الحاجه الوحيده اللي بتفصل بينك وبين الخطر. فتفتكروا بقى نوع الكاوتش اللي في عربيتكم دلوقتي يقدر ينجح في الاختبار ده، ولا محتاجين تغيروه فورا؟ شاركونا بانواع اطاراتكم في الكومنتس.